السلام عليكم. وليد، كنعرفوك مدرب صبار. شحال الانتقادات في الاول ما كانوش الانتقادات، هما اكثر من هما ملاحظات. كيفاش خديتيهم حولتيهم لطاقه ايجابيه اللي شفناها واللي شافها كلشي في كوب ديمون؟ كيفاش ما فهمتيش؟ الانتقادات بزاف ديال كانوا في الاول كيقولوا وليد ما اختارش هذا الاسم، ما اختارش هذا اللاعب. فمن بعد انت حولتي داك الشيء، وحتى منادات لبعض الاسماء حولتي لطاقه ايجابيه. كيفاش تحول لطاقه ايجابيه؟ لا، شوف، انا لا كريتيك ما عنديش مشكل عليها طونك لي كونستركتيف بحال اللي كنقول. خصك تقنعني ملي عندك الصح، وخصك تقنعني في دي شوز لي كونكريت. كنعقل واحد المره كنت دوزت في واحد الراديو وكنت قلت غندير واحد ليفيكتيف اللي خصني ندير واحد جروب باش يعيشوا بعضياتهم. دونك انا كنت ان بو ابيتوي على ديك لي كريتيك ان بو نيجاتيف، على ديك لي كريتيك اللي بحال اللي كنقول كريتيك اللي بحال اللي كنقول في الخوا. دونك سا ما بروتيجي. هاد ليكسبيريونس هادي عاونتني باش ما نسمع والو. المغاربه كيسولوا منين جات الثقه ديال وليد. انا باش نكون معك واضح، الناس بزاف بغاو يربيو ولادهم بالطريقه اللي ولا وليد كيديرها، ديال النيه والصدق، ديال النيه. شنو هو السر ديال وليد؟ لا، شي حاجه اللي صعيبه لي شفتي. انا غير مدرب ديال الكره الصراحه، وكنمشي على العقل ديالي كيفاش تربيت وكيفاش خدمت وكيفاش وصلت. انا حتى واحد ما حتى لي شي حاجه في الخدمه ديالي، مشيت ديما بالخدمه ديالي باش نوصل. عند وليد الركراكي الاختيار اللاعبين ديال المنتخب خاصه انه بزاف كيهضر على الانضباط كنهضروا على يكون ما كيديرش المشاكل بزاف، خاصه وبان بان الجروب كله كان متحد. واش وليد كيأثر على هذه النقطه، خاصه انا كانت مدربين اخرين ما كيركزوش عليها بزاف؟ تربيه بين قوسين. وبالعكس، ولا شفتي الجروب اللي هزيت بزاف الناس قال لي يمكن حماق ركراكي ملي كتجيب عبد الرزاق حمد الله الناس كيقولوا كيدير صداع، حكيم زياش، مازراوي، بزاف دراري اللي عندهم كاركتير، الدراري اللي باغيين يلعبوا. في الاخر دوزنا 5 سيمانات بعضياتنا في واحد لوطيل في واحد بلاد اخر، وما كانش حتى بروبليم حتى مشاكل. وانا بالنسبه لي سي الميور تيتر اللي دينا هي دوزو الدراري واحد الشهر بيناتهم باحترام، واي واحد فهم لو رول ديالو، وملي حطيت له تقاتل، وملي ما كانش كيلعب كان كياكد ملي ما خصوش يلعب، وملي كان كيدخل يتقاتل. انا ما كيلعبش غير كاتيناتو بوحدها، ولا خصوصا مع فرنسا ابطال العالم واللعابه اللي تقريبا واحد فيهم يقدر يساوي ملايين الدولارات، وبان بان المغرب دومينا فرنسا. واش وليد هنا اللي كما كيقول بان الطموح ديالو هنا سنوات ربما يدرب في اوروبا، واش باغي يجيب واحد الفلسفه وفكر جديد اللي بغى يبينوا في كره، وبغى يبينوا باش ما يبقاش يتحقر ذاك اللاعب او المدرب الافريقي والعربي؟ لا، اللي كيامني انا كنمشي مع لي زيدي ديالي كو سوا تاكتيك و بحال اللي قلت انا ماشي جديد في الكره، دابا 10 سنين كندرب. لوفيس خصوصا مع الوداد، لانه في ظرف عام حقق البطوله الشامبيونز ليغ، عرفوه بزاف بانه مدرب ما كيشبعش، لانه كيقول دائما فيكم الجوع على اللاعبين ديالو. واليوم هو في الدومي فينال ديال الكوب دي موند، واش ولا الثقل كبر، خاصه ان كما قلتي لي زوبجيكتيف مع الجامعه كان غير نمشيو مزيان في كوب دي موند، دابا ولا دومي فينال. واش حتى في الكان غيتبدلوا لي زوبجيكتيف، ولا بالنسبه للوليد غادي بنفس لو سيستيم وبنفس الرؤيه الواقعيه؟ لا، لي زوبجيكتيف باينين وما غاديش نتبع، وقلتها بزاف مرات. جيت باش ندي لي تيتر وديما كيامني بحال اللي كنقول ملي كان اجنبي كيمشي للكارت فينال كنتو فرحانين وكنتو كتقولوا خصو الوقت وخصو بروجي. انا بغيت نبدل هذه العقليه وقلتها حتى الرئيس. ما تنساش زر اللايك. سلام.